التي لم نعد نفهمها امام صمت كلي لكل المسيرين. بوطو كورنر من المفروض يكونوا على الاقل كاين 3 ولا 4 متواجدين فوق ارضيه ملعب 20 اوت. في نفس الوقت شاهدنا امس ما ستشاهدونه الان في ديربي كازابلانكا، ديربي المغرب بين الوداد والرجاء البيضاوي. شاهدوا وتمتعوا، ونبقى ما نقولوش نحسد اشقائنا المغاربه، ولكن نهنئوهم ونباركوا لهم ونقول لهم مالوريزمون احنا التسيير راهو ناقص في بطولتنا. نعم شاهدوا هذه الصور الجميله. خلي الصوت كنا نتمنى ان نشاهد اكثر، ولكن الوقت لا يسمح لي. بن شيخ، ما تعليقك على ما شاهدت وما شاهدت باننا لم نتمكن حتى من ايجاد عمود للركنيه؟ تافونسي في الفوتبول ما تنجمش تنقيه بدون قانون وبدون الردع. لازم يكون الردع. والله ما نافونسيو حتى يتنحى هذا الشيء، ويتنحى باش بالقانون. ما كاش اللعب خلاص، اللعب يحبس. شحال من زمان نقول لك فات لك مليح وما على بالهمش بيك، ودير واش حبيت، وهما راهم مازالهم يسيروا كيما يحبوا باش تلحق لهذا الشيء. يفوت يكون لي كلوب بيان ستركتوري. الحاجه الاولى اللي تكون فيها خلينا من الانفراستركتور يا سيدي بالشويه يجي. الحاجه الاولى اللي تكون فيها لي كلوب عندهم رئيس وبح، صح ولا لا؟ صح، عندهم رئيس وبح. سيرتان كلوب اللي عندهم شركات عندهم الرئيس وعندهم كونسي دادمينيسيون، هو بريزيدون كونسي دادمينيسيون. بصح الكونسي دادمينيسيون شكون يقول؟ غير وي تو فا بيان كدا سي بون. ان كلوب دو فوتبول ان كونسي دادمينيسيون ولا لي ديريجون اللي معاه يا خويا يناقشوه. صح، ما يخليوش الاموال يروح بنا كدا، ما يخليوش تجور تعطي له انت 800 مليون وهو يستاهل يا ربي 5 ملايين. ما يخليوكش هاد الحوايج هذوما. سي بور سا ما تنجمش تافونسي في الفوتبول، ما تنجمش تنقيه بدون قانون وبدون الردع. لازم يكون الردع. انا بريزيدون غدوه، انا بريزيدون في كلوب، نشوف شكون هو اللي يليق مليح ستادير، شكون البوندي الحيلي كاع. انا مانيش حيلي كيما هو الحيلي كاع، نديرو غير من اللور، يمشي غير من اللور نتلاقى معاه في الليل وهو يبدا يصدم، يبدا هاي هذا هو الفوتبول. تما الحكمه. بيان سور هذا هو الفوتبول. وراهي الكونسي دادمينيسيون سوا في الشركه او ماشي شركه، لازم يكون مجلس اداره قوي. دو كان دروا انت تجيب تاجوار. انا نكون في كونسي دادمينيسيون تقول لي انت بوحنيك انت بريزيدون، تقول لي انا حنجيب قدور، وهذا قدور شحال؟ 750 800 مليح. نقول له ريح ترونكيل، مليح ليك انت باش تزيد ثمان. هذا ما يجيش، هذا ما يعرفش، هذا ناقص، ما يسواش ما با 5 ملايين. فهمني؟ كاين رجال يقولوا ستوب. صح، ماشي تاعك هذا الشيء، ماشي دراهمك اللي راك تمال. صح، فهمني؟ انا هذيك اللي نقول لك ما تسقمش هاد الامور. والله ما نافونسيو حتى يتنحى هذا الشيء، ويتنحى باش بالقانون. ما كاش اللعب خلاص، اللعب يحبس. شحال من زمان نقول لك لا ريكراسيون سي تيرميني اللعب، بصح اللعب فينالمون والبدايه كيفاش ما تكسرت غير تصوني. وكيفاش تبدا عليه على حسابك انت؟ كيفاش راح تكون محاسبه؟ راني معاك، ولكن من اين نبدا حتى يمكن ان نصفي محيط كره القدم؟ تصفي ديجا كاع لي زونكات اللي ديرهم تكون لا ترونسبارونس. ديجا وحده لا بريس كاع تعرف شكون هما الناس، ولي زونكات يروحوا جوسكو بو، واللي دار يخلص تاع الصح، واللي ما دارش يا خويا يحب يخدم. وحده تعاود لي ستاتيو كيف انت كلوب دو فوتبول اصلا فينونسي مورال. اسكو سمع شفتوا انتم سامر، انتم لي جورناليست ما كاش وري لي واحد اللي يوري والفوت وما نقبلش هدايا. احنا شفنا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول بيلون، ما نهضرش فينونسي ما ندخلش فيه يا سيدي. بيلو مورال ماشي كارثه في الشامبيون هذا. كان واحد الوقت ماشي كارثه، فات الكارثه بصح كاع يقولوا نعم بيلو مورال مليح. كيفاش تحب انت تافونسي؟ الناس كاع الشعب كاع يشوف بلي بيلو مورال كارثه، بصح الناس تفوتي. صافي لي مومب راكم ضد كاع واش يخمم الشعب الجزائري. مي سي با بوسيبل هذه. وتفوطاوي سي با بوسيبل. لا وداروا سيستم كومبيتيسيون نخلصوا فيها حتى الان. علاش قلت لك كل شيء لازم الامور تتغير، لي ستاتيو يتغيروا باش القوانين هادو يوليو يخرجوا على الناس اللي جايه تخدم. ومن بعد دور لا فورماسيون لي زانفراستركتور بوكو تشوز.
معد واش تقدر تضيف باش نروحوا للموضوع الاخير في النقاش لانه الوقت ما بقالناش. على فيفا قال دي زوم، جو بونس دي زوم يقصد بالكلمه رجال اللي عندهم يامنوا بمشروع، رجال اللي لازم يتغير، لازم يتغير من الناحيه القانونيه، يقدر يدي دي بريم مدير عام او رئيس مدير عام، ولكن حتى لي بريم واش يكونوا سيلون لي زوبجيكتيف كي يكونوا الاهداف في نهايه الموسم، ماشي دي بريم ابري شاك ماتش. انت اطرح السؤال، هل المشكل في الجزائر مشكل عدم وجود قانون ولا عدم تطبيق واحترام القوانين؟ مونتسكيو يقول ونكون نكررها كل خطره، الانسان اذا في اي دوله دخل دوله نسال هل القانون محترم ومطبق او لا؟ ماشي الا كان موجود سيد الوزير ايضا، هل قامت الوزاره بتقييم الهيئات الموجوده حاليا ويشوف الايجابيات والسلبيات تاعها، خدمت ولا ما خدمتش، باش على هذا بناء على هذا التقييم يضيف هيئه اخرى او لا. من باب ترشيد النفقات العموميه واحنا في ازمات، نقول للسيد الوزير كثره الهيئات ماهوش علامه عن مكافحه الفساد. كثره الهيئات هو يعني كما يقول لك نرمي الفلوس تاع الجزائريين من النافذه، هو استهلاك المال العام مش في محله. لان مكافحه الفساد قلنا اولا هي الاراده السياسيه، ثانيا مجتمع مدني قوي، ثالثا كل الحريات الجماعيه والفرديه، منها حريه التعبير، حريه الاعلام، حريه التجمع، حريه تاسيس الجمعيات، الاحزاب، الاعلام، خاصه صحافه حره. اذا كان الانسان ما يقدرش يجتمع داخل قاعة كيف راح نحاربوا الفساد؟ إذا كان الولوج إلى المعلومة، يعني ما عندناش الحق في الولوج إلى المعلومة، كيف سنحارب الفساد؟ يعني إما أن خاصة وأن رئيس الجمهورية مؤخرا أنشأ مفتشية أخرى